في بني إسرائيل 3 رجال، رجل أقرع رأسه ليس بها شعر، ورجل أبرص أبيض البشرة من البرص، ورجل أعمى لا يرى حتى نور الشمس. كانوا فقراء جدا لا يملكوا من الدنيا أي شيء، وأراد الله سبحانه وتعالى أن يختبر هؤلاء ال3 رجال، فأرسل الله ملكا إلى ذلك الرجل الأقرع، فسأله الملك وقال: ماذا تحب من الله أن يفعله لك، وماذا تحب من الله أن يعطيك إياه؟ قال الرجل الأقرع: أنا نفسي في حاجتين ربنا يحققهم لي. الأولى أن يشفي الله لي رأسي، ويرجع شعري الجميل زي ما كان، ويرزقني من الإبل فهي أحب الأموال إلي. فدعا له الملاك وقال: اللهم رد عليه جمال شعره، وقال: اللهم ارزقه وادي من الإبل. فعلا ربنا رد لهذا الرجل شعره ورزقه وادي كبير من الإبل. وذهب الملاك إلى الرجل الأبرص وقال له: ماذا تحب من الله أن يفعله لك، وماذا تحب من الله أن يعطيك إياه؟ فقال الرجل الأبرص: أريد من الله أن يرجع إلي جمال بشرتي، ويذهب عني البرص، ويعطيني من البقر فهي أحب المال إلي. فدعا له الملك وقال: اللهم رد عليه جمال بشرته، وارزقه واد كبير من البقر. وفعلا ربنا رزق وادي كبير من البقر، وأبعد عنه مرض البرص. وذهب الملاك إلى الرجل الأعمى وقال: ماذا تحب من الله أن يفعله لك، وماذا تحب من الله أن يعطيك إياه؟ فرد الرجل الأعمى وقال: أريد من الله أن يرجع إلي بصري كما كان، وأن يرزقني من الغنم فهي أحب المال إلي. فدعا له الملك وقال: اللهم رد عليه بصره، وارزقه وادي من الغنم. وفعلا ربنا شفاه من العمى ورد عليه بصره، ورزقه الله سبحانه وتعالى وادي كبير من الغنم. وفضل ال3 رجال على هذا الحال لمدة سنة أو أكتر. فأمر الله نفس الملاك أن يتشكل في صورة رجل أقرع، ويذهب إلى صاحب المال والإبل وقال: إني رجل فقير، فهب لي من هذه الإبل ما أتزود به في سفري. فرد عليه الرجل الذي نسي نعمة الله بكل تكبر وقال: إن كل هذا المال الذي تراه هو ورثي عن آبائي وأجدادي، فاذهب فلا شيء لك عندي. فرفع الملاك يده إلى السماء ودعا الله وقال: اللهم إن كان كاذبا فسيره على ما كان عليه. فينزل الله سبحانه وتعالى عقابه في الحال على ذلك الرجل، ويسقط شعره بالكامل أمام عينيه، وتموت كل الإبل فورا، ويرجع لشكله كما كان عليه في الماضي. ويذهب ذلك الملاك إلى الرجل الأبرص ويقول له: يا صاحب البقر، إني رجل أبرص فقير، فأعطيني من هذه البقر ما أتزود به في سفري. فيغضب ذلك الرجل الذي كان أبرص ويقول: كيف أعطيك من ذلك البقر وهو مالي وورث آبائي وأجدادي؟ فيرفع الملاك يده إلى السماء ويدعو الله ويقول: اللهم إن كان كاذبا فيما قال فسيره على ما كان عليه. وفعلا يرجع الرجل الأبرص زي ما كان، ويموت كمان وادي البقر اللي كان عنده في الحال. ويذهب الملاك في صورة رجل أعمى إلى صاحب الغنم الذي كان أعمى في الماضي، فقال له: يا هذا، إني رجل أعمى كما ترى، فأعطني من هذا الغنم كما رزقك الله. فبكى الراجل اللي كان أعمى وتذكر حاله في الماضي، وقال له: أنا كنت راجل أعمى فقير زيك بالظبط، فأخذ ما تشاء من الغنم. فرفع الملك يده إلى السماء ودعا له الله أن يبارك له في ماله وفي عمره. وده يعلمك إزاي بيكون حال الإنسان اللي بينكر نعمة ربنا عليه وفضله. اكتب في التعليقات: الحمد لله تشهد لك يوم القيامة، وهو ده نور الحكاية.